الهدف الاول. ممتاز يوسف، ممتاز جواد. يوسف جواد كيوضع الكره في المرمى، كيعلن على الهدف الاول. يعني اجمل بدايه اللي نقدروا نبداو بها اللقاء هي هذه. التعليق ديالك على هذا الهدف، شوف الطريقه يعني كيف فرجونا هذه. يوسف جواد معروف بالفنيات ديالو، وشيء جميل ان السي هشام نعم. كنظن هذه مسرار عمليه ديال المرور، الطريقه ديالو كيحضر فرصه جيده. كانت ترجع كره مغربيه الان. مسرار الجهه اليسرى، بلال بقالي مسرار، كره ديال الهدف كتضيع. مسرار العمليه الهجوميه، الانطلاقه ديال كره مغاربه، واللي كيتحكموا في المجريات ديال المباراه هما اللاعبين المغاربه. وهذه فرصه ديال الهدف الثاني، هذه فرصه. هذا السيناريو غادي نشوفوه كثير، لان شي اشياء اللي يقدر يستعملها لحد من الخطوره ديال. كينطلق كيمرر صوب مسرار كينطلق، تصويبه ديالو وكترتطم الكره، وينتظر شي خطا في التمرير او لا شي عدم تركيز ديال اللاعبين. الهدف الثاني مسرار يوقع على الهدف الثاني، تاكيد للحضور، للقوه، لتصميم، عزم، قصد الاداء بعيدا في هذه الكاس الافريقيه. المنتخب الوطني المغربي يضرب بقوه. احسن بدايه واحسن سيناريو ممكن نشوفوه في كره قدم داخل القاعه. اكيد فهذا الشيء كيفرح، وكنظن ان المنتخب الوطني المغربي اليوم يقدر يدير الركور في المسابقه الافريقيه، انه يقدر يفوز بواحد حصه عريضه. نعم، اذا بعزيمه، بطموح كبير. هذه محاوله، لاحظ معايا الطريقه. اللاعب كيحاول يعطي واحد الوقت معين لكل مجموعه. بطبيعه الحال اختيار ديال المجموعات اللي كيكونوا 4 ديال اللاعبين كيكون هذه فرصه هدف قريب. يضيع الهدف. هذا الشعراوي نعطيوه شويه حقه، لاعب اللي اختار يلعب للمنتخب الوطني المغربي، ولاعب اللي عنده امكانيات جيده جدا، فنتمنى له حظ موفق، وخاصه انه كان نجم المقابله السابقه بحكم التعامل ديالو، ايضا الاداء ديالو كان نجم للتصويب. تحضير تصويبه بهذا الشكل ممتاز، حارس شيريدو، وكتجي كره بهذا الشكل كيتسجل الهدف الاول للمنتخب الغاني. شيريدو صمت مباغته، لكن كنظن ان خطا ديال الحكم، لان المسافه اللي عطاها باش رجع الحائط فكانت يعني مسافه اللي كبيره بزاف، فما عرفتش انا الحكم. المنتخب الوطني المغربي، تمريره الجهه اليسرى، فرصه ديال الهدف ديال الاخطاء مقابل خطا واحد، ايضا جوج ديال الاهداف مقابل هدف واحد. كره ملعوبه مغربيه، محاوله ديال التسجيل كان بالامكان مؤخرا مع فريق اف سي برشلونه. جميله جدا هذه الكره، اف سي برشلونه. فكنظن انه ما غاديش يخرج يلعب بشكل كبير، لان مازال عارف القوه ديال المنتخب. الشعراوي يضع الكره في المرمى بلمسه جميله، طريقه رائعه، كتجي كره بهذا الشكل. الشعراوي اليوم حاضر ويسجل هذا رابع هدف ديالو في كاس الافريقيه الحاليه عديد. فكنظن يعني كما قلت لك من قبل، فالشعراوي بكل صراحه فاضافه قويه للمنتخب، لاعب قوي، لاعب مهاري كيمتاز بتسديد قوي. فكنظن ان يعني بكل صراحه هدف كبير. مازال كينطلق البحث عن تصويب او تمرير، مازال نفسه تصويبه ومباشره للزاويه مره اخرى. العمليات ديالو الهجوميه وكيوسع الفريق، وهذا شيء عادي. علاش؟ لان دابا معظم المنتخبات الافريقيه الا جيتي تبحث على هذه جميله هدف مخدوم، هدف جميل وطريقه رائعه، ثنائيه ممتازه بين مسرار ويوسف جواد. يعني بحال هاد الاوتوماتيزمات وهاد الثنائيات، فكنظن ان غادي نستافدوا منها بشكل كبير في المباريات المقبله ان شاء الله. تماما. لاحظ معايا العمليه الهجوميه، تصديده بهذا الشكل مباشره صوب المرمى. المسرار يوقع على هدف، يشارك ايضا في الجماهير المغربيه اللي كتجي كتساندهم في اي لقاء. الفرصه للتسجيل، كيفقدوا الكره، هذا كيبين كره ممتازه. يعني كما قلت لك بسرعه، مسرار كي نفسه تصويب، مسرار كيحتاط كيبحث على التصويبه، كترجع مره ثانيه عند بلال كيصوب الكره ديالو بكل ما اوتي من قوه. ومنتخب يدافع فقط ويركن للخطا الدفاعي. خطا على مستوى التغطيه، الكره كتضيع وكيستافد منها منتخب غانا، انه في كره قدم داخل القاعه مثل هكذا اخطاء يعني كتكون صعبه على مستوى الخطا. كنظن ان ما خصناش نوقعوا بحال هاد الاخطاء هادو، لا سيما ان المنتخب الغاني يعني ما عندوش
يعني شي اسلوب اللي واضح في الهجوم، او يعني كيعتمد غير على المرتدات وكيتسنى الاخطاء الفرديه ديال اللاعبين ديالنا. فكنظن ان اللاعبين ما خاصهمش يدخلوا في يعني في نهكوا بدنيا المنتخب الغاني، لان مازال كتسنانا شوط ثاني. طريقه ديال المنتخب الغاني الركون للدفاع وانتظار الفرصه او انتظار الخطا، بعد ذلك الانقضاض. بوزيد امازال الرئيس فني، امازال محاوله ممتازه، فرصه هدف الشعراوي كيسجل الهدف ديالو الثاني في المقابله ديال اليوم، 5 ديال الاهداف مقابل 2. الطريقه ديال التمرير والصناعه ديال العمليه الهجوميه فهي جيده جدا بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. عادي خاصنا نلعبوا بنفس هذا الاسلوب هذا، فخاصنا نلعبوا شويه بسرعه ولكن ما نتسرعوش. دابا هذا هو النهج والاسلوب اللي كيحفظوا الناخب الوطني سي هشام كيك، فاللي خلق شويه ديال المتاعب بالنسبه للعناصر كينطلقوا الان كيبحثوا على رده فعل، وكنشوفوا هنا هدف كيجي بهذا الشكل، يجب ايقاف هكذا محاولة، وهذا نزيف من ساعه التعبير. مثل هذه ممكن تجنبوها، يعني ما كاين واحد شويه مازال حاصل شويه د الارتباك بالنسبه للاعب امازال، يعني كنظن انه عنده الكثير ما يعطي، فكنظن انه مازال مرتبط، مازال ما دخلش الاجواء ديال البطوله الافريقيه. محاولة من الرئيس الفني امازال اسماعيل كينطلق، ممتاز محاولة مغربية، فرصة ديال التسجيل، ما تزال متواصلة من اسماعيل. مسرار تمريرة الجهة اليمنى، صويبة الان تصدي مرة أخرى، مسرار كيصوب ولكن الحارس بالعناصر الوطنية، وكان سفيان مسرار كان قريب من تسجيل الهدف السادس. منتخب اقوى من المنتخب الغاني، غنشوفوا اداء اروع من العناصر الوطنيه. لعب الحكم، شوفوا هنا المسرار التمرير ما كانش نهائيا تايم اوت او وقت مستقطع، اول تايم اوت غادي نشوفوه الان. نسمعوا عثمان غتلعب الكورنير، عثمان بومزو غتجي عنده سفيان، غتخشى هنا في الدوزيام بوطو وغتمشي لعند هاد لو ديرنيي، غدير بحال هكا الدوزيام بوطو غتبلوكي هذا. بلال غيكون هنا الوسط لو لوب، بلال لو لوب ضرب تحت فوق، غتكون عثمان هنا انت وبلال، فوالا بحال هكا باش نزيد نوضح. عثمان غتجي بحال غضرب العسريه، سفيان ما خصوش يكون هنا، غتجي هنا غتبلوكي الاخر، بلال غيجي لهنا لو لوب. دابا ما قلتلكش ديك الساعات اخر المطاف كترجع المغربيه، عمليه هجوميه ممتازه، فرصه ديال الهدف، كان قريب المنتخب الوطني المغربي انه يعني يقربنا من هدف صيد يمنى. البحث على الحلول، هل بالامكان ان تاتي فرصه ضربه جزاء واضحه، وضربه جزاء امتع من نعم، لان كانت يعني الجمله التكتيكيه كلها كانت جميله من البدايه. فلاحظنا يعني لما كنلعبوا كره بسرعه فكنوصلوا في يعني في اقل وقت، وحتى الدفاع ديال المنتخب الغاني يعني ما كيبقاش مركز. بالعكس لما كنتقلوا الكره فكيولي المنتخب الغاني كيعتمد على الرقابه الفرديه، وكندخلوا في ذاك الالتحامات اللي حنا بغينا عليها. نعم. فكنتمناو من بلال البقالي انه يسجل الهدف السادس اللي غيشعل المدرجات. بلال البقالي كيساعد باش انه يسجل، كيوضع الكره ديالو، كياخذ النفس ديالو، محترف الدوري الفرنسي. بلال البقالي يسجل 6 ديال الاهداف مقابل 3 بعزيمه قوه. لاعب ديال ايطوال لافالواز فوتسال بلال البقالي كيتمكن من تسجيل الهدف السادس للمنتخب الوطني المغربي في مقابله اليوم. عديد وهدف اللي جا في واحد الوقت اللي جد مناسب، فعلى بعد تقريبا واحد 8 دقائق و57 ثانيه الهدف السادس اللي غادي يعطي شحنه كبيره للاعبين، لانه كان كيبان انه شويه هناك واحد الضغط، لان علاش اللاعبين انهم باغيين يسجلوا اكبر عدد من الاهداف. شكون اللي يسجل
يعني اللي كيهم هو انتصار ديال المجموعه ككل. جميل هدف بوزيد اليوم يطلب المزيد، والمزيد حاضر من بوزيد الذي يقدم نفسه بصوره جيده. هدف اخر، هدف رقم 7 ديال الاهداف مقابل 3. هدف جميل خالد بوزيد بعد كيلعب تمريره سانتا كولوما. هذا هو اللي قلنا بانه نعم وقع عقد مع فريق برشلونه اللي هو اصلا كان لاعب ديال فريق برشلونه ومشى اعاره لعده مواسم، واليوم كيرجع للفريق الام ديالو. نعم. اذا جيده. وهنا كنشوفوا المحاوله الهجوميه شويه اليمنى على انس عيان، والهدف الثامن. 8 ديال الاهداف مقابل 3 مخدومه 8 ديال الاهداف جميله وعلى بعد يعني 2 ديال الدقائق، فكنظن ان وصلوا ل10 ديال الاهداف واكثر. يوسف جواد اليوم. يوسف جواد فهذا يعني تتويج واحد المجهود اللي قام به طوال هذه المباراه تماما. يوسف جواد بكل صراحه فالعوده ديالو في هذا العرس الكروي